عرفتوا بقى الموتزاريلا ما كانتش بتمط ليه؟ اظن كده قلت لكم كل اسرار الجبنه الموتزاريلا في البيت. وبكده بقى مالكيش حجه يا فوزيه قولي لي الجبنه مش بتمط معايا. الله يسامحك يا طنط ماي اللي خليتينا نشوف الجبنه البان دي ولا مش لبان يا ولاد. طب بذمتكم في حد شاف كده قبل كده؟ هتقول الجبنه ما بتمطش تاني؟ انا هعضها يا فوزيه، هعضك يا فوزيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده قولوا لي لو شفتوا كده قبل كده قولوا لي. انا بقى مش عايزه واحده تطلع من الفيديو ده النهارده غير لما تحط لي لايك وتبعت لي بوسه في الكومنتات وتدعي لي دعوه حلوه كمان علشان الفيديو ده بجد يستاهل مليون لايك. تعالوا نحضر مع بعض غدا شتوي سريع، سهل وسريع وبسيط ومش مكلف خالص. بحق سندوتش واحد من بره هتعملي 10 سندوتشات يا ست الكل. في الاول كده استخدمت برجر فريش اللي عمره لا بيخاف ولا بيكش فعلا، ولانه لحمه صافي عمره ابدا ما يكش منك. شايفين ما شاء الله شكله بس بيتكلم، ما بالك بقى لو شميتوا ريحته ولا دقتوا طعمه. استخدمت كمان من البرجر الميني صغنن ده، الولاد بيحبوه قوي وبيتخانقوا عليه. شوحتهم كده على جريل فيه رشه واحده بس من الزيت، والطعم بقى يا جماعه من ورا الخيال حرفيا. طب تعالوا كده واحنا بندوق اقول لكم انا جايبه المنتجات دي كلها منين، وبعدين نكمل غدا النهارده. بدل قلنا موتزاريلا يبقى اكيد موتزاريلا فريش. موتزاريلا فريش يا جماعه اللي متابعني عارف اني مش بستخدم ابدا غيرها، ولا عمري عملت لكم منتج جبنه موتزاريلا غير موتزاريلا فريش. اول منتج معايا وهو الاكسترا. شايفين قد ايه البشره بتاعته اللهم بارك، وهوريكم المطه كمان. واستنوا عشان هوريكم ارخص نوع جبنه في مصر كمان شويه. معايا كمان جبنه موتزاريلا الحريف اللي دي بقى مشهوره اشهر من نار على العلم. دي يا جماعه جبنه طبيعي 100%، الحريف طبيعي 100%، وحطي تحتها مليون خط. اما ده كمان ده الميكس اللي بيكون عباره عن شيدر مع رومي مع موتزاريلا، كلهم كده ميكس حلو قوي مع بعضه. انا كحوريه بحب اعملها سندوتشات لوحدها من غير اي حاجه خالص، وبحب اكلها كده كمان فما تضحكوش عليا. شايفين البشره؟ قولوا لي شفتوا البشره دي عند مين قبل كده. تعالوا بقى اوريكم ارخص نوع جبنه في مصر وهو جبنه الحشوات. وطبعا هتقولوا لي بدل جبنه حشوات ورخيصه تبقى اكيد بشرتها مش حلوه او اكيد مطتها مش حلوه. لا طبعا هوريكم البشره بنفسكم. تعالوا كده بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا نشوف البشره تجنن. دي يا جماعة أرخص نوع جبنة ممكن تجربيه في حياتك، اسمها جبنة حشوات، حصري بس من موتزاريلا فريش، رهيبة بجد وتستاهل بقكم ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى أوريكم الحشوات، ما أنا أكيد مش هجيب جبنة ومش هجيب حشوات. جبت بقى شوية لانشون كده علشان هعمل لكم بيهم وصفة مش هقول لكم عليها دلوقتي. وجبت كمان طبعا الجلاش، وأكيد استخدمناه كتير مع بعض ولا جدال ابدا على جلاش موتزاريلا فريش. جبت كمان بقى القمر ده وهو ستريبس الفراخ اللي هوريهولكوا دلوقتي لما نسويه مع بعض بجد جبار. كمان جبت البرجر وده اللي شفتوه في اول الفيديو. وما اقدرش بقى انسى السوسيس علشان نعمل بيه بيتزا، وكمان صوابع الجبنه المقرمشه، وكمان يا جماعه بقى شويه رقاق على شويه حركات. وهنا بقى بقولك ان البرجر فيه منه نص كيلو وفيه منه كمان الكيلو. وجبت كمان بقى الجبنه الشيدر اللي بالفلفل بجد اللي ما دقهاش فاتوا نص عمر. كمان جبت بقى كفته رز، واكيد لازم جبنه السندوتشات جبنه الكيري بكل الاطعمه. وطبعا علشان السندوتشات جبت الكاتشب وجبت كمان صوص الجبنه. موتزاريلا فريش يا جماعه بدون منافس، اعلى جوده واقل سعر في مصر. تعالوا نشوف بقى مع بعض كده واحنا بنعمل مع بعض السندوتشات. دي الجبنه اللي انا استخدمتها اللي انا قلت لكم ارخص جبنه اللي هي الحشوات. بصوا بقى لما حطيناها ما شاء الله على الجريل لسه ما كملتش نص ثواني، وبصوا شايفين المطه والجمال اللهم بارك. اعملي بقى سندوتش يا بنتي يا فوزيه، كليه وانت بتعملي الاكل، مش هنستنى اما الاكل يخلص ونقعد بقى ايه العيال يخطفوه مننا. خليكي ناصحه زي اختك حوريه كده. عملت لي سندوتش وخليته جنبي بقى وفضلت اكله وانا بعمل السندوتشات. شايفين بقى الستريبس؟ والا بقى لما اقطعه لكم من جوه وتشوفوا قد ايه من جوه ما شاء الله. لحمه صافي، فراخ صافي، ما فيهوش بقى الكتل اللي بنشوفها بقى في الحاجات بتاعت بره. والناس اللي عارفاني اصلا انا مش بشتري ابدا مصنعات الا طبعا موتزاريلا فريش. ما شاء الله حاجه كده تحسوها بيتي ونظيفه ما شاء الله. ليهم موزعين في كل مكان، يعني في اي مكان بتلاقي موتزاريلا فريش على طول، ما بتتعبيش ابدا علشان توصل لك. تعالوا بقى نشوف الستريبس من جوه كده واحنا بنقلي الستيك. بصوا شايفين اللحمه من جوه او الفراخ من جوه مش عجين، فراخ صافي يا جماعه اللهم بارك بجد. الجبنه بقى الصوابع دي عايزه اقول لكم ما بتاخدش دقيقه على النار، تخلوا بالكم يا دوب بس تاخد لون طلعيها على طول. تعالوا بقى اوريكم مطتها. صلوا بقى على النبي كده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستنية ايه يا فوزية؟ شايفين البرجر مكشش ازاي؟ شايفينه ازاي طالع من الكايزر وكبير ما شاء الله؟ مش زي البرجر بقى التاني اللي بنجيبه من بره وبيكش اول ما يدخل على الطاسة. كمان الستريبس بقى مع شوية طماطم وشوية زيتون، واوعى وشك وريموت كنترول. طبعا هسيب لكم كل التفاصيل للتواصل مع موتزاريلا فريش في اول تعليق، بس قبل ما نخلص تعالوا نقول مع بعض الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق، بك ادفع ما لا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واللي يقول لك موتزاريلا فريش ما عندهاش جديد، قول له دي هي الاصل والباقي تقليد. موتزاريلا فريش نمبر 1.